بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في المنصورية على ترعة المنصورية نفسها، بيفصلنا ما بين الفيلا دي والاسفلت اللي هي ترعة المنصورية نفسها، ومتاح ان انت تعمل كوبري توصل للاسفلت. انما في ناس بتفضل الخصوصية وما بتعملش الكوبري، بتصور في فيلا. الفيلا مساحة الارض الاجمالية 3 فدان، مساحة الفيلا المسطح حوالي 400 متر. فيلا مزروعة شجر مانجا. طيب الفيلا دي كانت جزء من ارض، هي 3 فدان، تمام. انما ممكن اللي عايز ازيد من 3 فدان ممكن نزود فدان 2، بس طبعا كل حاجة بحسابها. ادي الفيلا اهي، وادي مساحة الارض، تمام. المكان رايق جدا. الفيلا عبارة عن الارضي تطلع له كام سلمة، والعلوي، وبعد كده الروف. ده السور، الفيلا محاطة بسور، تمام. طبعا دي النجيلة عايزة تتظبط. ده السور، وده شجر عشان يفصل الدنيا عن بعضها، لان ده ممر. هي مزروعة شجر مثمر، تمام. مساحة طبعا ممتازة على ترعة المنصورية. 3 فدان قابلة للزيادة للي حابب، انما هي الفيلا والارض 3 فدان بتتباع على وضعها الحالي. ده طبعا زي شاليه تابع للفيلا. ادي البسين. البسين طبعا احنا في الشتاء والدنيا مش شغالة، فالبسين بيبقى مقفول. ادي اهو الغرف او الشاليه، ودي الفيلا من الخلف. هنلف ونصور الفيلا من جوه. ادي الارض اهي، وادي ظهر الفيلا. مساحتها ممتازة. طيب هنخش نكمل بقية التصوير. السور الحديد ده بيفصل بيننا وبين الجار. السور الحديد ده بيفصل بيننا وبين الجار. دي سلالم بتطلع على التراس اللي بيدخل على الغرف. طيب هنلف. طبعا الفيلا مش مسكونة، فأكيد عايزة صيانة وعايزة توضيب على ذوق اللي هيشتري. ده السلم اللي بيطلع على التراس. 3 فدان وعليهم فيلا مساحتها كبيرة.
3 فدان قابلين للزيادة، إنما اللي حابب يشتري على الوضع الحالي مفيش مشكلة. عايز يزود عن ال3 فدان برضو مفيش مشكلة. الأرض دي تبعنا طبعا اهي، وادي المدخل اللي دخلنا منه، وده الطريق اللي معدي عليه العربيات والموتوسيكلات، ده الطريق الاسفلت. الفيلا مبانيها كتير، يعني فيها مباني كتير. طيب هنخش الاول هنا، هيقابلنا ريسبشن. ده الريسبشن بتاع الفيلا، ده الريسبشن بتاع الفيلا، وده اللي بيخرج على البسين. ده التراس اللي بيخرج على البسين وبقية الأرض. ده هنا المطبخ، المطبخ مساحته كبيرة طبعا، الفيلا مهملة، وده حمام للضيوف. الفيلا مهملة عايزة توضيب، إنما الصرف عليها هيوديها في حتة تانية خالص. تمام. ده مكان استقبال كده، مكتب، أو ممكن يتعمل ليفينج، ممكن يتعمل فيه ترابيزة بينج أو بلياردو. ادي المنظر بالاخر اهو. طيب الباب ده بيخرجنا على الجنينه برضه اهو. ادي المطبخ مساحته ممتازه. ده ليفينج، الخشب ده ممكن يتشال ويتوسع بيه الليفينج، هيبقى حاجة ممتازة أنا شايف كده يعني. كلها بتطل على البسين والجنينة. طيب. هي الفيلا واخدة نظام الأجنحة. ادي غرفة كاملة بمخرج على الجنينة، وادي الغرفة التانية اهي برضو مخرج على الجنينة وشباك، ودي فيها حمام غالبا وحمام. طيب زي ما قلنا الفيلا مساحتها كبيرة، تفاصيلها كتير وعايزة صرف. ده زي دريسنج روم، وده حمام. طيب هنطلع نصور من فوق. هو الريسبشن اهو، ادي الباب اللي احنا دخلنا منه. دي غرفة ناني، وده اوفيس. ده ليفينج اهو، وده تراس بيبص على دي البوابة، وده الشارع الاسفلت. ده ليفينج اهو، في تراس، تراس بيبص على الارض وعلى البسين، وده اللي فيه السلم اللي بينزل على تحت. طيب ادي الليفينج او الريسبشن بتاع الدور الاعلى. ادي غرفة اهي،
وده حمام، وده غرفة ماستر. ادي الحمام بتاعها، وادي الغرفة، وده تراس، وده شباك بيبص على البسين. طيب ده الجناح الاولاني. لا الفيلا عايزة صرف بصراحة، بس هي الموقع خطير، موقعها ومنتهى الجمال. طيب نخش على الجناح التاني. ده دريسنج اهو، ده حمام، وده دريسنج روم، وده حمام خاص بالغرفة اهو. وادي الغرفة اهي، تعتبر جناح لوحديها. وده تراس، وده التراس اللي بينزل على الجنينة اهي. تراس كبير جدا تعمل فيه شواية. ده الجار اهو، جيران اهي زارعين، وادي شجر المانجا، وادي النخل. ادي الفيلا اهي من بره، تمام. وادي البسين. يبقى 3 فدان ميه وكهرباء مسجله، 3 فدان قابلين للزياده، مساحه الارض 3 فدان، مسطح الفيلا الدور الواحد حوالي 400 متر ويتقسم الى اجنحه. الفيلا عايزه صيانه. ده السلم اللي بيطلع على الروف، يبقى ارضي وعلوي وروف. الفيلا تصلح لسكن كذا اسره، يعني كذا عيله. يعني لو اب معاه ولدين دي ممكن تنفعه، هيتصرف عليها تمام. بس الموقع كويس جدا، المساحات كويسه جدا، ومساحه الارض نفسها قابله للزياده. ادي الروف اهو، ده جزء من الروف اهو. وادي الاسفلت اللي قدام بتاع المنصورية اهو. ده الجار، وادي المدخل اللي دخلنا منه. ممكن يتعمل كوبري يعديك على الاسفلت على طول. وده الجار، ده جزء من الروف. ده ممكن حمام ومطبخ، وده برضو غرفة صغيرة. ده بقية الروف اهو، ده بقية الروف. وادي برضو البوابة اللي احنا دخلنا منها. معاكم اشرف فهمي، مزارع واراضي للبيع في مصر. موبايل 010 61 61 10 55. ال3 فدادين قابلين للزيادة، بيتذكر تاني. شكرا، السلام عليكم. ده طبعا تبع ال3 فدادين. دي استراحات وجراج للعربيات، أرض مصورة مسجلة، 3 فدادين قابلة للزيادة، موقع ممتاز على أسفلت المنصورية، يفصلها عن الأسفلت اللي هي الترع. دي غرف سواقين وأمن، وده جراج للعربيات. شكرا.